ديال الحركه الرايس بزاف ديال جميع الامور. هو في الحقيقه النقطه دي غادي نتطرق فيها بشقين. الموضوع ديال ان مثلا حنا في التقنيات الدوليه كان الموضوع ديالها هو مثلا الواقع والافاق. باش نطرحوا مثلا الافاق تنقولوا مثلا المستقبل ديال الحركه مثلا الواقع كنا هذيك النهار درنا مجموعه ديال تقييم المسار ديال الحركه ديال 6 شهور وصلنا مجموعه ديال النتائج. حتى دابا عاوتاني جا التقييم هو اللي بسيط ولكن ناقش مجموعه ديال النقط اللي هي كاين فيها كثير. الا بعد المداخلات اللي كانت مثلا خاص شي نقاط اللي هي مثلا واش الحركه مثلا حركه جويه او حركه اصلاحيه. المهم السؤال انا تندير عليه توصيل لانه هو السؤال المركزي يقدر يوجد لنا الحركه ويقدر يحسن لنا واش الحركه تضمن الاستمراريه ديالها ولا مثلا هي صنيعه واحد المجموعه ديال التحالفات معينه ولا احزاب ومع المخزن باش تفوت المرحله هذه على المغرب. تتبقى تساؤل وين في ظل هذا المناخ مثلا الدولي واللي كيمر فيه العالم في ظل التوارث لان ما يمكنش نهضروا على الاصلاحات حنا وسط منطقه اللي هي ساخنه كاين مجموعه ديال التوارث كتحكي لنا ونجي المغرب بوحدو مثلا نبقاو نهضروا على الاصلاح. شويه مثلا المغاربه ما قادرينش يرفعوا مجموعه ديال الشعارات اللي هي تقدر تغير لنا هذا النظام. ملي مادام تقول بان هذا النظام استبدالي واش ما قادرش مثلا تطلع بان نيشان تقول لك بحال ولا مثلا مازال الحركه ما خداتش واحد الكم جماهيري باش تقدر ترفع هذه الشعارات. ولكن الى رجعنا السياق ديال الثورات اللي توجهت تنشوفوا فيه كلشي ان واش الناس خرجوا ولا الحركه ماشي تسناو تيكون عندهم واحد الكم جماهيري خرجوا نيشان مباشره مع النظام واخا خرجوا هو مجموعه ديال المطالب الجزئيه اللي وقع اصطدام ما بينهم وبين النظام بالتالي بدا رفع الشعار ديال رجعوا للمغرب. الخصوصيه ديال المغرب هو ان مثلا كاين النظام الملكي المخزني كرس مزيان في المناخ الشعبي يعني عنده واحد الشرعيه اكتسبها على مدى السنين ومازال مثلا المغاربه ما قدروش يستوعبوا كيفيه اشتغال النظام المخزني كيفاش انه بس تصمد التصح اختص كمل كيفاش انه قدر مثلا يحكم هذه المده ديال السنين انه يخلي المغاربه غاديين في واحد الطريق اللي ما هما فاهمينها. شكرا. يلاه تفضل. بالتالي تنقول واش الحركه مستعده انها تقول انا حركه شعوبيه او بالتالي يعطينا حلول وتامل مثلا في اطارات دائمه تعطينا هي حلول كيفاش اننا نكونوا الوتيره ديال الاحتجاجات بان نوصلوا مثلا للثوره اللي كانت حركه جوليه كتبان حركه جوليه. اما الا كانت حركه اصلاحيه ندوزو مثلا راه كاين ان شاء الله كاين انتخابات ندوزو ليها حتى حنا نخلوا انتخابات ونقولوا الشعب المغربي يسمحوا لينا راه ما قدرناش نحاميو عليكم. شكرا استاذ عبد الصمد.